عمرك سألت نفسك ليه النحلة بتموت لما تلسعك؟ هل ده انتحار ولا غريزة دفاع عن النفس؟ اللي بيحصل ببساطة هو إن النحلة العاملة عندها إبرة دفاعية في مؤخرة بطنها. الإبرة دي مش مجرد أداة حادة، دي آلة معقدة فيها شوك صغير جدا زي خطافات بتدخل في الجلد، ولما بتحاول تطير الإبرة بتتعلق في الجلد، وللأسف وهي بتحاول تفلت بتتقطع أجزاء من جسمها الداخلية، وده اللي بيؤدي لموتها. اللي أغرب من كده إن النحلة مش بتعمل كده صدفة، ده جزء من غريزتها. النحلة مش بتفكر بشكل فردي، هي مش بتهتم بنفسها زي ما احنا بنفهم، هي مبرمجة جينياً إنها تحمي الخلية بأي تمن، والموت بعد اللسعة هو ثمن مقبول في منطق النحل. لكن خلينا نسيب لحظة المشهد الدرامي ده وندخل أعمق في عالم النحل، العالم اللي يبدو بسيط من بعيد، لكن لما تقرب تكتشف إنه من أعقد المجتمعات على كوكب الأرض. داخل خلية النحل كل كائن له وظيفة محددة. الملكة دورها الوحيد هو وضع البيض، مش بتخرج، مش بتجمع رحيق، ومش بتحارب. هي ببساطة أم الجميع، بتنتج آلاف البيض يومياً وبتعيش لسنين، عكس العاملات اللي عمرهم قصير. العاملات هم اللي بيقوموا بكل شغل: جمع الرحيق، تنظيف الخلية، تغذية اليرقات، حراسة المدخل، وحتى التضحية بالنفس لو استدعى الأمر. وبيوصل الأمر إن في نحل مخصوص بيقف عند الباب زي الحراس، ولو شاف أي دخيل بيدافع بكل قوته. الذكور وظيفتهم الوحيدة التزاوج، ولو ما تمش التزاوج أو انتهى موسمه بيطردوا من الخلية. بس إزاي بيتفهموا؟ النحل مش بيتكلم لكن بيرقص. لما نحلة تكتشف مصدر غذاء جيد بترجع الخلية وبتعمل رقصة خاصة اسمها واجل دانس. الرقصة دي مش هزار، دي لغة دقيقة جدا بتحدد الاتجاه والمسافة بالنسبة للشمس علشان باقي العاملات يعرفوا يروحوا فين. اللي بيصنعوا النحل مش مجرد عسل، هو نتيجة رحلة مرهقة. النحلة بتزور مئات الزهور يومياً، بتجمع الرحيق وبترجع تهضمه وتحوله داخل جسمها، وبعدين بتخزنه داخل خلايا شمعية. العسل ده فيه مركبات غذائية معقدة ومضادات بكتيريا طبيعية، علشان كده بيعيش سنين بدون ما يبوظ. بس بعيداً عن العسل، النحل ليه دور أهم بكتير. أكتر من 75% من النباتات اللي بناكلها محتاجة تلقيح، وده بيتم عن طريق النحل. ببساطة بدون نحل مش هنلاقي فواكه، خضار، مكسرات، ولا حتى أعلاف الحيوانات. لكن في العقود الأخيرة النحل بيواجه تهديدات خطيرة. المبيدات الحشرية بتأثر على جهازه العصبي، الاحتباس الحراري بيغير مواسم التزهير فبيضيع توقيت الجمع، وفقدان الغابات والمساحات الخضراء بيخلي النحل يضيع طريقه أو ما يلاقيش غذاء كافي. وفي بعض الدول ظهرت ظاهرة اسمها انهيار مستعمرات النحل. آلاف الخلايا بتختفي في أيام، والعلماء مش دايما قادرين يحددوا السبب بدقة، لكنه غالبا مزيج من التلوث والأمراض والتغير البيئي. النحلة لما بتلسع مش بتموت بس، هي بتقول رسالة عن التضحية، عن الانتماء، عن كائن صغير بيحمي بيته لحد آخر لحظة. لكن في الوقت نفسه هي بتموت علشاننا، لأننا إحنا اللي بنتسبب في التهديد الأكبر لحياتها. لو وقفنا لحظة وتأملنا في كائن بسيط زي النحلة هنفهم إن الكون مش عشوائي، وإن كل كائن ليه دور وقيمة وأهمية، حتى لو كان حجمه لا يرى من بعيد. في النهاية لما تشوف نحلة مرة جاية ما تخافش، افتكر إنها مش جاية تهاجمك، هي بس بتحاول تعيش في عالم أصبح أقل رحمة حتى لكائن بيعيش عشان غيره.